السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يتابعني انا داليا بقدم لكم محتوى طبخ تكمله بقى لسلسله فيديوهات رمضان. هنعمل مع بعض الفول المدمس الحلو جدا ده للسحور. احنا مش اول مره نعمل الفول على القناه، بس المره دي بقى هنعمله عشان السحور باذن الله. هيعجبكم جدا الطريقه، جربوها هتعتمدوها هتسننتوا كانه معلب بالظبط. يعني انا ما لقيتش فرق بينه وبين الفول المعلب. معايا هنا نص كيلو فول غسلاه كويس. هنقعه بقى بمحلول نقع كده لتاني يوم. ممكن تنقعه من 4 ل6 ساعات فقط وتحطوه على النار، بس انا بحب بيته ليلة كاملة. حطيت هنا ضفت معلقتين حمص بيدوله طعم حلو قوي. حطوا مية كتير، حطوا ضعف الفول مرة او مرتين. معلقة سكر، عصير ليمونة. جربوه بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه، حقيقي حقيقي احلى طريقة عملتها للفول. هقلب بقى المكونات اللي انا حطيتها على الفول كده وهغطيه بستريتش وهسيبه لتاني يوم. طبعا تاني يوم الحباية هتتضاعف معايا، هيبقى حجمها كبر وهيستوي معايا بسرعة جدا، مش هياخد وقت طويل على النار وهيطلع معاكم حلو جدا. جربوه هتعتمدوا الطريقة بإذن الله. تاني يوم اهون الحباية اتضاعفت زي ما انتوا شايفين كده. انا المرة دي بقى هدمسه في حلة عشان الناس اللي ما عندهاش الفوالة. المرة اللي فاتت كنت مدمساه في فوالة. ادي الحلة بتاعتي. هصفي بقى الفول من المحلول بتاعه وهكون مجهزة مية مغلية للفول عشان احطه عليه. صفيته هنا زي ما انتوا شايفين كده. هحضر بقى جزراية وسط مبشورة، معلقتين عدس اصفر، هضيفهم عليهم واقلبهم تقليبة حلوة كده. ودي بس اللي انا هضيفه على الفول بتاعي وقت التسوية بتاعته. جربوه بجد بالطريقة دي مش هتبطلوا تعملوه يا جماعة. قلبوه حلو كده، ممكن تسيبوه عادي على الوش مفيش اي مشكلة. وبعد كده ضيفوا مية مغلية. غطوا الفول بشوية كمان، يعني كأنكم هتسووا رز كده. انا بحب اكتر مية للفول. في ناس بتضيف نشا وناس بتضيف حاجات كده عشان تتقل المية. صراحة انا ما يعني بعد ما الفول بيبرد المية بتبقى تقيلة منها نفسها. يعني بصوا هنا المية بتاعتي خفيفة مش تقيلة، بعد ما الفول برد يا جماعة لقيتها تقيلة جدا. فانا بصراحة بحب اكتر مية في الفول عشان الاقي مية وانا بعمله كده، بعلبه واحطه في الفريزر، بعمله في علب واحطه في الفريزر. بصوا الفولة مستوية جدا. هو اخد معايا بالظبط 3 ساعات ونص تقريبا او 4. حسب نوع الفول ممكن ياخد معاكي اكتر ممكن ياخد معاكي اقل. حسب النوع. يعني في مرة فول اخد معايا ساعة بالظبط، لان محلول النوع اللي بنعمله ليه بالليل ده بيسهل بيسرع من عملية الايه السوا. هنا بقى هعمل معاكم طبقين فول كده حلوين، ملح وكمون وليمون وزيت حار. بصوا اول ما بيبرد اصلا المية دي بتتقل جدا جدا جدا. مش محتاج انكم تحطوا نشا وحاجات اللي الناس بتحطها دي، صراحة ملهاش اي لازمة. زيت حار، زيت بذور الكتان. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم. هنا هنعمل طبق فول بقى بالزبدة. ادي ملح وكمون بس وهنحط الزبدة. هنا ما هرستوش، في ناس بتحب تاكل الفول صحيح كده. بصوا العدس باين فيه والفول خطير، كأنك مفضياه من علبة فول معلبة جايبها من السوبر ماركت. طعمه كان حلو جدا. يلا ما تنسوش تشتركوا في القناة. باي.